صباح الفل عليكم. احنا النهاردة موجودين في منطقة أبو الهول، ومش بس في أبو الهول، احنا نزلنا تحت وموجودين في زيارة خاصة حوالين أبو الهول زي ما انتوا شايفين كده. أبو الهول ورايا. تابعوني النهاردة في فيديو مختلف تماما، مرشدة سياحية بالعربي. احنا النهاردة موجودين في زيارة خاصة. الزيارة دي الناس عشان تعملها بتدفع تصريح، وبتاخد تصاريح مهمة جدا عشان تخش منطقة أبو الهول. طبعا احنا عملنا الزيارة دي قبل الفجر، يعني قبل الشروق. احنا دلوقتي هنلف لفة كاملة حوالين ابو الهول عشان بغرض بس ان احنا نشوف شكل الحجارة عامل ايه وشكل جسم ابو الهول عامل ايه. طبعا الجزء اللي من تحت خالص في ابو الهول ده اتعمل له ترميم عشان كده شكله جديد شوية. طيب الناس بتفتكر ان ابو الهول ده حاجة بسيطة، ان احنا حتة حجرة لقيناها وحفرنا عليها تمثال سمينا ابو الهول، او اتسمى بعدين ابو الهول على شكل جسم اسد وراس بني ادم زي ما احنا شايفين. لكن الموضوع أكبر من كده بكتير. موضوع أبو الهول ده لا يقل تعقيدا عن فكرة الأهرامات، وإن احنا مش عارفين عمره ومش عارفين مين اللي عمله ومش عارفين اتعمل امتى، أخد قد ايه عشان يتعمل. هل كل الأساطير اللي بتتقال حوالين أبو الهول دي حقيقية ولا لأ؟ مثلا هنلاقي في خطوط بالعرض زي ما احنا شايفين كده في جسم أبو الهول. أحد النظريات بتقول إن أبو الهول ده اتعمل بقاله 100,000 سنة، وقصة الطوفان أو قصة الكارثة الطبيعية اللي حصلت من فيضانات عظيمة جدا غطت العالم كله ونهت الحضارات القديمة، وأماكن كتيرة كان فيها مية بتغطي كل الأماكن. فالخطوط اللي في جسم أبو الهول دي بتمثل مراحل مختلفة لانغماس أبو الهول في المية، اللي هو مستويات المية المختلفة، عشان كده عملت علامات على جسم أبو الهول. دي طبعا أسطورة من الأساطير اللي مفيش حاجة بتنفيها ولا بتأكدها. دي الحجارة اللي حوالين جسم أبو الهول شايفينها محفورة ازاي، وباين عليها ان هي قديمة جدا، يعني أقدم بكتير من 3000 و 4000 قبل الميلاد. لما نتحرك شوية هنشوف خطوط واضحة جدا في جسم اللي حوالين الهضبة اللي موجود فيها أبو الهول. طيب ليه أبو الهول شكله شكل أسد وليه راسه راس إنسان؟ في الحقيقة المصريين القدماء زمان زي ما اتكلمنا قبل كده كذا مرة ان هما ما كانوش بيبنوا اي حاجة كده اعتباطا. كل حاجة كان ليها علاقة في الغالب بالسماء. كل نقطة عملوها وكل طوبة حطوها وكل حجر حطوه ده كان بيبقى انعكاس لمجموعة نجمية معينة، وحدث فلكي مهم بيحاولوا يوثقوه. فوفقا للسما كان شكلها ازاي تقريبا 10,500 قبل الميلاد، ده كان ظهور النجم بتاع برج الأسد أو مجموعة برج الأسد ظهرت في الشرق. ولما وصلوا الخطوط ببعض بتاعة النجوم عملت شكل أسد فسموها برج الأسد، وعملوا برج الأسد ده الرفلكشن بتاعه في الأرض زي ما احنا شايفين، اللي هو كان تمثال أبو الهول أو مضاعفات العدد. يعني ما كانش 10,500 قبل الميلاد، فهو مضاعفات الرقم ده. ده الجسم أبو الهول من الخلف يعني زي ما احنا شايفين، وده الجزء ده هو الديل بتاع أبو الهول. طيب لو الكلام ده صحيح ليه راس أبو الهول على شكل إنسان؟ في الحقيقة الموضوع ده برضو احنا مش متأكدين منه. يعني بيقال ان ابو الهول طبعا بما انه قديم جدا، يعني بقاله مثلا اقل حاجة بنتكلم في 12,000 سنة. فلو هو بقاله 12,000 سنة طبعا اللاندسكيب بتاعة المنطقة اتغيرت تماما. شايفين الخطوط دي اللي موجودة. في نظرية تانية بقى بتقول ان كان في عصر مطير جدا وفي تغير مناخي عظيم جدا حصل في مصر في تقريبا 10,000 10,500. الخطوط اللي احنا شايفينها دي قد تكون بتمثل الامطار الشديدة اللي كانت بتحصل. وهنا الخطوط بشكل طولي يعني جاي من فوق لتحت، عكس الخطوط اللي موجودة في جسم ابو الهول اللي هي بالعرض، الجزء اللي فوق اللي مش مترمم. فاحنا واقفين بين نظريتين: نظرية العصر المطير اللي حصل بعده جفاف، والنظرية التانية اللي هي الطوفان أو الفيضانات اللي كانت موجودة في حتت كتير في العالم أو في العالم كله في الوقت ده. فإحنا برضو لسه عالقين في النص، ما عندناش حاجة بتأكد أو تنفي أي حاجة من الاتنين. فبما إنه قديم جدا فهو يعني وارد جدا إن هو يكون اتغطى بالرمل كذا مرة، وآخرهم كان أيام نابليون لما كان في مصر. فنابليون لما الصور القديمة بتاعت الحملة الفرنسية اللي موجودة في كتاب وصف مصر هنلاقي الناس متشعبطة وطالعة فوق، والرملة واصلة لغاية رقبة أبو الهول. فوارد جدا إن ده يكون حصل كذا مرة في العصور القديمة. والقصة المعروفة انه خفرع قرر ان هو يخلي التمثال لنفسه ويحفر الراس على شكل انسان. ومعروف برضو ان هو اللي عمل ابو الهول، والكلام ده مش مظبوط يعني.
لكن وارد ان هو يكون فعلا غير شكل الراس من راس اسد لراس انسان، عشان كده حجم الراس صغير جدا مقارنة بحجم التمثال نفسه. يعني بصينا للتمثال من بروفيل هنلاقي ان التمثال طويل جدا والراس صغيرة جدا، فما فيش تناسق بينهم. فبما ان احنا حفرنا التمثال في مكانه، يعني دي كانت زي تل صغير واحنا حفرنا التمثال فيه، يعني it doesn't make any sense ان الراس تبقى صغيرة والجسم كبير. ما كنا نصغر شوية حجم الجسم عشان يناسب الراس، او نكبر شوية الراس عشان تناسب الجسم، كان ليها صرفة يعني. بس لما قارنوا بين التماثيل بتاعة ابو الهول وبين التماثيل بتاعة خفرع، لقوا مفيش تطابق في ملامح الوش. فوارد اصلا كمان ان اللي يكون حوله لراس انسان ما يكونش خفرع ولا حاجة، وخفرع ملوش علاقة بالموضوع. في حاجة مشهورة جدا احنا شايفينها دلوقتي، اللوحة اللي هي من الجرانيت اللي موجودة بين رجلين أبو الهول، اللي بيسموها لوحة الحلم، اللي هي بتمثل واحد من ملوك الدولة الحديثة، ما كانش ملك وكان نايم هنا لأن دي كانت منطقة غابات. وأبو الهول كله كان متغطي بالرملة، ونام بالليل بعد ما تعب، فراح حلم إن في حد بيصحيه وبيقوله أنت لو شلت الرملة هتبقى ملك مصر. دي قصة جميلة جدا، بس في حاجات ميسنج كتيرة في الموضوع، يعني في كلام كتير في النص متاكل. فالموضوع ده مش أكيد، يعني ده موضوع بس ايه اجتهادات للناس اللي بتقرا النصوص، لكن في كلام في النص كتير مش موجود، فده مش معناه ان اللوحة دي ليها علاقة بأبو الهول والقصة دي أصلا حقيقية. فعشان كده هيفضل موضوع أبو الهول هيفضل طول العمر، لغاية ما نلاقي أدلة جديدة أو كلام جديد مكتوب عنه. هيفضل أحد الميستريز أو العجائب بتاعة مصر القديمة، وهنفضل لسه مش فاهمين معناه، واتعمل امتى واتعمل ليه ومين اللي عمله والسبب ايه واتعمل ازاي. دي كلها هتفضل أسئلة معندناش أي إجابات ليها الحقيقة. أنا بتمنى الفيديو يكون عجبكم، ويكون كان فيديو مختلف وفيه معلومات جديدة، وتكونوا انبسطتوا. ميرسي قوي ليكم. انا كنت معاكم كاترين، مرشدة سياحة بالعربي. شكرا جدا ليكم.